السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعد، ما هو معتقدك؟ أنا سعد بن أبي وقاص. معاوية كان يأمرني بسب علي وبشهادة ابن تيمية في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس الصفحة 42. كان يأمرني معاوية بسب علي والنيل منه. خلصت؟ تفضل. خلصت؟ تفضل. أنا حابب ثقتك في نفسك جدا. نعم. يلا افتح الرواية، معاك كاميرا، أرسلت لك دعوة، اتفضل. يلا الأحاديث المجزومة، يلا ها. اسمع، غير أنت واثق من نفسك. اسمع. طبعا، وهدوس عليك وهدعسك، عشان كده أنا فاتح لك الكاميرا، اتفضل. اسمع كتاب. أنا بحب الثقة بتاعت الشيعة جدا. اسمع كتاب. أنا سامع. منهاج السنة النبوية. لمن؟ لابن تيمية. يا ابن تيمية. الأحاديث ارجع. أكمل. ارجع بس خلي هدي ايدك اليمين، هدي ايدك اليمين، كل حاجة هدي ايدك اليمين، ايدك اليمين، هدك نذكر المصدر حتى العالم ارجع. مش هتعرف ده. بص حتى تحت، أنه كذب موضوع. ركز يا جوير. اسمع. قبل أن تأتي بشيء لازم إن أنت تكون قارئ عشان ما حدش يضحك عليك. طب اتفضل اقرأ. اقرأ. اسمع. خليني أقرأ. الأحاديث المكذوبة. كمل. يلا. هسه منو اللي تزعزعت ثقته؟ منو اللي متزعزع ثقته؟ منو اللي فاقد الثقة؟ أنا لو أنت؟ طب يلا. أنت واثق من نفسك؟ خلينا نقرأ. اقرأ، مش هتعرف تدلس على عمو المعيار. تمام. معيار، خليك معيار. كتاب منهاج السنة النبوية ابن تيمية الجزء الخامس الصفحة 42. ماذا يقول؟ اسمع يا المعيار، اسمع. فالعشرة الأول كلها كذب إلى آخر حديث قتله لعمرو بن عيد. وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب، فأبى، فقال ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟ فقال ثلاثة قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. الحديث. فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. الحديث صحيح، مسلم رواه، وهذه شهادة ابن تيمية. ليش قمت تكتم؟ لا يسوء الصحيح انه ليش قمت تكتم؟ لأنه ابن تيمية شهد على أن معاوية كان يأمر بسب علي بن أبي طالب. فهل أنت مع معاوية الباغي الذي مات على غير الإسلام؟ مش هيسمع.